شنو هو احسن فيلم في تاريخ البشريه؟ هذا قبل ما تبدا تنقز عليا وبدا تكرع على الجهل الفني اللي تكون عندك بعد سنين من استهلاك اي كاكا لقات اعجاب الجمهور. ناخذوا 2 دقائق باش نحدوا فيها المعايير اللي غادي نتبعوا باش نجاوبوا على هذا السؤال. بلا عرفتي شنو ندخلوا نيشان في الفيلم. هذا الفيلم كيعاود الحكايه ديال بيلي اللي عاد خرج من الحبس وحبسه البوله. هو كيقلب على طواريط باش يتفاشى، كيختطف ليلى وكيديها عند والديه باش تلعب الدور ديال مراته. وهادو 3 ديال الحوايج غادي يعاونوك تذوق الفيلم مزيان بلا ما نحرق لك الحكايه. من الاول كيبان لينا بيلي صافا با، وغير كتلاقى بوالديه وكتعرف شويه الماضي ديالو دغيا كتفهم البلان. بيلي ما عمرو ما عرف الحب، ماشي الحب ديال الزعطه، اي حب متبادل وبلا شروط. الحب ديال الام، ديال الاب، ديال الصداقه، ديال شي واحد كيبغيه كيف ما هو، شي واحد كيقدرو، كيخمم فيه، كيتهلا فيه، كيحن عليه، كيعنقو، كيقول لي انت زوين، انت غزال، انت بوغوس، انت فنيكيش، ملمك على داك الزين. لدرجه ان بيلي كيسحب ليه ان هذا النوع ديال الحب مستحيل، غير موجود، ما يمكنش يكون. تخيل دابا شي واحد محتاج شي حاجه وما كيقلبش عليها حيت بالنسبه ليه ما كايناش، وواحد النهار كيتلاقى بشي واحد عنده ديك الحاجه، ولكن حيت عمره ما عرف ديك الحاجه كتبانش ليه. دوك هاد الفيلم كامل انت كتفرج وكتبقى تنقص في بلاصتك، وبيلي وراس طارو وراه هي قدامك، ولكن بيلي ما كيسمعكش، ولكن غير تكالم. حيت في هاد الحكايه بيلي اختطف ليلى باش لعب الدور ديال مراته، الدور ديال الانسان اللي كيبغيه، دونك غادي يذوق الصحه الحب اللي كان كيبان ليه مستحيل. دابا حنا عارفين ان ليلى عندها شي حاجه محتاجها بيلي، ولكن واش بيلي عنده شي حاجه بغاتها ليلى؟ ما يكونش دماغك موسخ. فاش بيلي بغى يهدد ليلى باش تمشي معاه عند والديه قال لها حرفيا وبكل عفويه الا فرشتيني غادي نقتلك وما عمرني نعاود نهضرك ولا نبقى ندوي معاك، ولا تقنتي الدور غادي تولي اهم انسان في حياتي واعز صديق اللي عمرو كان عندي. كنظن داكشي علاش مشات معاه.